بسم الله الرحمن الرحيم. المادة لغة عربية، الصف الرابع الابتدائي. الدرس اسمه طيور لا تطير. الطيور كلها احنا عارفين ان هي لها أجنحة ولها ريش، كلهم فيهم الميزة دي. لكن في طيور مختلفة، يعني بيتفاوتوا في قدرتهم على الطيران. في أجنحة تستطيع ان هي، في طيور تستطيع ان هي تطير، في طيور تستطيع ان هي تطير فوق الجبال، فوق الاشجار، في الفضاء، تطير في الفضاء. لكن في طيور تانية اجنحتها لا تساعدها على الطيران. طيب، كلمة متفاوتة معناها مختلفة. عندنا كلمة أجنحة مفردها جناح، متفاوتة مضادها متشابهة، جمع مكان أماكن. في سؤال: ما أهم ما تمتاز به الطيور؟ إجابته أنها لها أجنحة وريش، ولكن قدرتها على الطيران متفاوتة. ودلوقتي أول حاجة هناخدها أمثلة للطيور اللي بتطير. زي إيه؟ مثل النسر والهدهد والصقر. أما الطيور التي لا تطير، أول حاجة طائر البطريق. طائر البطريق لا يستطيع الطيران، ولكنه ماهر في أشياء أخرى مثل السباحة وصيد السمك. ومن صفاته أنه له قدمان قصيرتان وجناحان صغيران. كلمة ماهر معناها بارع، وكلمة طائر جمعها طيور. سؤالنا عن هذه القطعة: ما أهم ما يمتاز به طائر البطريق؟ ما أهم ما يمتاز به طائر البطريق؟ طائر البطريق ماهر في السباحة، ماهر في السباحة وصيد السمك. أيضا يوجد طيور لا تساعدها أجنحتها على الطيران، مثل طائر الطاووس. طائر الطاووس وهبه الله ذيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة، فتبارك الله أحسن الخالقين. كلمة وهبه مرادفها أعطاه. وسؤالنا: بما يمتاز طائر الطاووس؟ يمتاز طائر الطاووس بأنه له ذيلا جميلا له ذيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة. الطائر الثاني هو طائر النعامة. بالرغم من أنه طائر ضخم وله جناحين، لكنه لا يستخدمهما في الطيران. وله رجلان طويلتان قويتان تمنحانه قدرة عجيبة على الجري. تمنحانه معناها تعطيانه. وسؤالنا: ما هي صفات طائر النعام؟ صفاته أنه له جناحين، طائر ضخم، ماشي، له جناحين
لا يستخدمان في الطيران. رقم 4 هو الديك الرومي. الديك الرومي موجود في بيوت الفلاحين، يعيش مزهوا بريشه اللامع الملون وذيله الذي يشبه المروحة. كلمة مزهوا مرادفها فخورا، وكلمة بيوت مفردها بيت. وسؤالنا الأخير هو: بما يتميز الديك الرومي وأين يعيش؟ الديك الرومي بيتميز بريشه اللامع الملون وذيله الذي يشبه المروحة. وأين يعيش؟ يعيش في بيوت الفلاحين.